ايه ده يا مصطفى؟ هو انت برضه في المدرسة وفي الدرس تقعد تاكل لي في الورق؟ ايه القرف ده؟ من وانا صغير باكل ورق فحبيته ما بقتش اعرف اكل حاجه الا هو. ما بقتش تعرف تاكل حاجة الا هو. طب ماشي يلا بينا. مصطفى الجواب حلو قوي، والتيشيرت بتاعتك كمان حلوه. وانتي احلى يا ابني وانت بطنك مش بتوجعك؟ يا مالك، ما انت عارف ان انا صغير ما بعرفش اكل الا الورق ده. تاجي حته. انا قرفت. رحت ردني المحاضره، قلت له ما تعرفش انا مين اسمي سيف طارق، عندي 2 مليون ونص على التيك توك، اتحطم خالص. ايه ده؟ خد يا عبيط، رايح فين كده؟ يا كابتن والنبي سيبنا يا كابتن، عايز اطلع المحاضره. لا وتطلع المحاضره بالابل واتش دي؟ يا كابتن الساعه بتاعتي حرام عليك يا عم. يا عم انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ تعالى يا مصطفى. ايه عملت ايه في الجامعه النهارده؟ ما انت عارف زي كل يوم سيف وحمو رخموا عليا وضربوني. يا ابني كفايه اكل الورق ده بقى يا ابني، معدتك هتبوظ يا ابني. يا وليدي يا حبيب قلبي، انت اخويا وعارف ان انا من الصغر ما بعرفش اكل الا ده. مصطفى في الحقني يا وليد. اخويا يعني هيفضل كده؟ ايه ده بس كده؟ اخوك عنده مرض نادر جدا وملوش علاج ولا هنا ولا بره. يعني ايه يا دكتور ملوش علاج؟ هي في حاجه في الدنيا ملهاش علاج؟ بص في دكتور شاطر جدا اسمه دكتور حمو، بيعرف يعالج الكلام ده كويس جدا. طب فين دكتور حمو ده؟ انا جيت. انت اخوك اللي تعبان؟ عرفت منين؟ انا عايز اشوفه. هو موجود دلوقتي في الجنينه بتاعت الفيلم مرمي. ممكن توروني؟ حمو تبطل تعالجه بطريقه السحر والقرف دي. مفيش غير الطريقه دي معايا. قلت لك بطل. قلت لك مالكيش دعوه بيا. دكتور حمو ابوس ايدك، انا نفسي اخويا يرجع زي الاول. ما تقلقش. وليد سيبنا لوحدنا لو سمحت. حاضر. والله العظيم زي ما بقول لك كده، اتخبطت في العمود لقيت الدم نزل، بمسح كده ما لقيتش الدم ولا لقيت التعويره في وشي اصلا. ماشي انا مصدقك. والله يا مصطفى انت شكلك بقى حلو قوي. اتعالجت وبقت كويس. وحش كان الضرب فيك قوي اهو. ايه ده ضربك؟ تعالى. وربنا ما يسيبك. يا عم مش هتصدق ايه اللي حصل النهارده في الجامعه. فاكر الواد لازم كلها ولا ايه؟ فاكر الواد سيف وحمو اللي كانوا بيضايقوني بيضربوني؟ جه النهارده يضربني وانا واقف مع ملك، هو اللي حس بقيت بطل قدام ملك. يا ابني كداب قوي يعني. يا عم والله العظيم اي حد بيضربني هو اللي بيحس. دي جديده دي. يعني انا دلوقتي لو ضربتك انا اللي احس؟ جرب. والله العظيم ما هسيبه. ايه ده بقى خلاص؟ انا لازم اولع في البيت بتاعه. كده كده عارف بيته، اخوه بينزل كل يوم الساعه 4 بيروح الشغل بالسكوتر وبيسيبه لوحده. طب تعالى اوديك. تعالى. وليد انت شكلك تعبان، انت رايح فين؟ لا انا كويس، انا رايح اودي طلبيه شغل. ايه طب بص انا كده بعرف اسوق، هات انا هوصل الطلبات دي وانت هتستنى شويه. شد حيلك يا مصطفى، الله يرحمه. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انا حاسه ان سيف هو السبب في موت اخوه.